في واحد راسلني قال يا ابو فهد انا مقدم على الزواج، يعني ناوي يتزوج، ايش رايك؟ ايش اختار؟ النحيف، الطويل، العريض، القصير؟ ها؟ طبعا هذا انا شارد عليه بثلاث ابيات من المزمري، الشاعر محمد المزمري معروف. قال ها بنصحك قبل ما تخطب وقبل الزفاف، واكبر هديه مقابل ما نصحت العلي، لا قد نويت الزواجه لا تشل النحاف، دور على اللي جسمها مخصر ممتلي، مالك ومال الرشاقه والبنات الرهاف، ما حرمه الا ملان الحضن يا ابو علي. والله يا شباب الوضع تغير في اليمن، الواحد بيسأل وعاد يختار وعاد ها. انا اعرف يا جماعة الخير ان الزواجة في اليمن كلها بخت يعني، وكلها مقاضاة ديونة. يجي ابوك واحد عنده زلط له، ما يقدر يجي للتزراد، يقول الله زوج الولد بالبنت، يجلس يلعنه طول الشهر، وبعدين ما يقدر يلتزراد يقول الله زوج الولد، وعضك يوافق يلا يقضي دينه. ها؟ وبعد يجي لعند ابنها، زوال اليوم خطبنا لك يا ابني، عقدنا لك. بنت من؟ بنت حمود ناجي. ما له حمود ناجي. وتحدث يقول ماشي، ابا مشاعر احاسيس توافق، والله يفعل في الطاوله ما يفرقك. زوج لك خلاص ولا كلمه. ثم الثاني ابوك يجي يقول لك يلا البس يلا جهز، وين ننزل يا ابي؟ يقول نسلم على عمك. عم ايمان؟ عمك حمود. تحصل عمك حمود هذا تسلم عليه، تبصر صورة تقطع الرزق، صورة تفجع، تقول يا الله في نفسك ده حلو لو الاب هذا غير في البنت الله يستر، بس في نفسك تقول يا رب توقع مخول، انها توقع مخولة تطلع لامها. ها؟ جابر نفسك وقتها وانت متفائل ان البنت تطلع مخولة، تقول يا رب تطلع مخولة، يجي يوم العقد يقول لك يلا ادخل سلم على عمتك، ولا عمتك تجي تسلم عليكم، تدخل تسلم عليكم، بما اني عجوز وهذا تدخل عمار، على اساس ان العريس اسمه عمر زعمانه. تدخل جي تسلم عليه، تسلم على اخوك حوله. وتشوف صورته، والله ان عمك حمود احسن منه. اجمل منه. طبعا وقتها يكون ما فقدتش الامل، لا زلت مأمل ان البنت يعني حاجه ثانيه، سبحان الله يمكن جدها حالي ولا خالها حالي يا اخي. وبعدين تقول له ابوك يا ابا تأشر له، ما هو ابني ايش ادخل؟ انت ادخل نبشر البنيه. يقلب لك صورة يقول الله 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 والدلع. وبعدين يقنعك يجيب لك نظرية خلاص هو يسكتك، ايش يقول لك؟ يقول لك انت اني زوجت امك وما شفتها الا لما وحمت باول واحد تشوفها. ها؟ يقول لك المسلسلات التركية بضحك عليك يا ابني، هذا بيكثر مسلسلات. وقتها يا صاحبي تؤمن 100% انك تيس، يتعاملوا معك معاملة تيس. مش آدمي. وبعدين هذا المقلب ما هوش ولا خازوق لشهر شهرين، هذا 40 سنة 50 سنة يلا وبعدها. وهذا بيدور يختار. والله يا صاحبي ادعي الله، ادعي الله وكثر من الخير وكثر من الصدقات، عسى ان الله يوفقك بالنصيب.